اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه. والفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم البنات راني جبت لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه ورائعه لتغطيه الشيب والقضاء على الشيب. وصفه ما فيهاش الحنه بالنسبه للسيدات اللي كيبغوا وصفات طبيعيه لتغطيه الشيب ولا القضاء على الشيب. انا جبت لكم بدون حنه، انا جبت لكم اليوم فيها مكونات اللي هي طبيعيه، غادي تعجبكم، غادي تنال الرضا ديالكم. ما تمشيو فين، كملوا الفيديو حتى الاخير باش تستافدوا. بالنسبه واحد النصيحه، السيدات اللي كيتسقط لهم شعرهم، حاولوا تبعدوا من الشامبوانات كاملين اللي رخاص اللي غاليين، راه ما فيهم حتى شي فائده. حاولوا تغسلوا شعركم بالغسول. الغسول البنات راه رائع وزوين للشعر، ما كيخليلكش شعرك يتساقط، ما كيخليلكش الشعر ديالك متقصف ومتضرر، وكيرجع لك واحد الليونه، واحد الرطوبه، واحد النوع من الشعر ديالك، وواحد اللمعان. ما تمشيو فين، كملوا الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. دابا ندوزو بسم الله على بركه الله، نديرو الوصفه وفي نفس الوقت المكونات. غناخذ واحد السلافه، غادي ناخذ واحد الحبه ديال المطيشه ولا حبه ديال الطماطم تكون كبيره، كانت صغيره ديروا جوج صغار، غادي نقسمها على جوج. وحاجتي هاد العصير ديال المطيشه، غادي نحكها في الحكاكه هنا، غادي نحكها في الحكاكه. بغيتو الحكاكه الرقيقه ولا الغليظه ماشي مشكل، فين ما بغيتو. كما قلت لكم هاد الوصفه زوينه بزاف للناس السيدات اللي عندهم الشيب وما كيبغيوش الحنه باش ما تصبغش ليهم في شعرهم. هذه وصفه للقضاء على الشيب وكتحيد الشيب بلا حنه، ما كايناش بصفه نهائيه الحنه في هاد الوصفه ديالنا، ما كايناش. وصفه اللي هي زوينه بزاف وفعاله، جربتها بغيت نتقاسمها معكم، انا عجباتني، لقيت عليها واحد النتيجه زوينه. عندي هكا الشيب في داك المقدمه ديال الراس بداو كيبانوا لي الشيب، ودرتها وعجباتني صراحه. وصفه اللي هي زوينه بزاف. ناخذ واحد الصفايه وحاجتي غير في هذا العصير ديال طماطم ولا ديال مطيشه، غادي نعصر، نجيب من الاحسن واحد المعلقه وغادي نعصر مزيان هذا الماء. كان عندكم الشيب بزاف في الشعر ديالكم، يمكن لكم ديروا جوج حبات ديال الطماطم وتذوبوا المكونات اللي غادي نضيف لهذا العصير ديال المطيشه. انا غنديرو غير القدام ديال الشعر ديالي، كنكتفي غير بحبه وحده كتجيني كتكفيني. المطيشه البنات الدور ديالها فيها شي مواد اللي كتقضي على الشيب وكتصبغ لينا الشعر ديالنا، كتحيد لنا داك اللون الابيض ديال الشيب. المكون الثاني هو البن ولا القهوه. القهوه ماشي سريعه الذوبان، القهوه هذه البنات، القهوه اللي كتكون مطحونه. انا يلا طحنتها دابا، يلا طحنتها في الطحانه هذه. غادي ناخذ معلقه كبيره تكون عامره. نتوما كان عندكم الشيب في الشعر ديالكم كامل، بغيتو ديروها لشعركم كاملين، غديروا جوج معالق كبار. انا غندير هنا معلقه كبيره ديال القهوه ولا ديال البن المطحونه العاديه، ماشي سريعه الذوبان، من الاحسن ديروا غير العاديه وتكون مطحونه على يديكم فيها، كتكونوا عارفينها بان غير القهوه بوحدها. غندير في هاد المكونات هادو معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، ويكون الكاكاو المر حقيقه كاكاو مر، كتاخذوه من عند البقال اللي كتيقوا فيه غيعطيكم الكاكاو المر هذا. ها هو، ما كانش عندكم يمكن لكم تاخذوا حتى ديك الساشيه. صافي هادو هما المكونات. غادي نخلط مزيان وغادي نضيف واحد المكون اخر، ولكن حتى نخلط مزيان هذا الخليط ديالي هذا. هانتوما البنات كتاخذوا واحد الطريرب صغيور ولا واحد المعلقه صغيره وكتخلطوا مزيان حتى ينسجموا هاد العناصر هادو.
ما تخلطوا لي هاد العناصر مزيان. ها هما غادي نضيف لهذا الخليط تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال زيت الزيتون، غير شويه غير هكا ديال زيت الزيتون، وغادي نخلط مزيان. هانتوما شوفوا دابا كنتحصل على هذا الخليط هكا متجانس. ها هو بالنسبه للطريقه باش غادي نطبقوا على الشعر ديالي. ناخذ هذا الخليط وكنبقى نديرو في البلاصه اللي عندي فيها الشيب. بغيتو ديروا حتى شعركم كاملين كامل غديروا، وبالاخص في هذه المقدمه ديال الراس اللي كيكون شيب بزاف كتاخذوا هذا وتديروا كتغطيو الشعر ديالكم زغبه بزغبه، كتغطيوه كامل بهذا الخليط هذا وكتخليوه اطول مده ممكنه. راكم تخليوه حتى النهار والليل كامل. دابا انا غادي نديرو اليوم من الصباح، يلا فقت من عاد فطرت وخديت درت الوصفه غادي نديرها لشعري وغادي نخليها حتى الليل، حتى ديك 8 الليل 9 الليل عاد غادي ندخل ندوش ونغسل شعري عادي. تغسلوا شعركم عادي. بغيتو تخليوها تتباتوا بها ما فيهاش شي مكونات اللي فيهم شي رائحه خايبه ولا شي مكونات اللي غادي يرجعوا زعما بالضرر للشعر ديالكم. بالعكس فيه غير القهوه وكاكاو ومطيشه وزيت الزيتون. ما تخافوش من حتى شي حاجه من هاد المكونات، واخا تباتوا بها ليله كامله ماشي مشكل. قد ما خليتوها البنات في شعركم واحد الساعات طويله الا وكتلقاو واحد النتيجه اللي هي زوينه ورائعه ومرضيه. جربوا هاد الوصفه. بالنسبه للبنات واحد النصيحه، بغيتوا تغسلوا شعركم حاولوا تبعدوا على الشامبوانات. بالنسبه للسيدات ولا البنات واي وحده كتساقط ليها الشعر ديالها من الاحسن بعدوا على الشامبوانات، واخا يكونوا حتى شامبوان داك الغالي. دوك الشامبوانات الغاليين راه كلهم فيهم دوك المواد الكيماويه اللي كتخلي الشعر كيتساقط بزاف. من الاحسن ما تغسلوش شعركم بشامبوان. انا البنات وليت كنغسل شعري بالغاسول، كان كيتساقط ليا شعري كنت كندير الغاسول مع شامبوان، ولكن مؤخرا هذه تقريبا شي شهرين حيدت الشامبوان كامل ما بقيتش كنستعملو، كنغسل شعري بالغاسول. رجعت لشعرنا ملي كنا صغار ملي كنا كنديرو غير الغاسول. خديت الغاسول ودرتو صايبتو على يديا وكنغسل به. دابا فاش كندخل الدوش كنديرو هكا كنرطبو في الماء طايب حتى كيرطب وكندير به شعري وكنخلل شعري ونغسل وندير عاوتاني واحد طليه شعري هكاك عاوتاني كنعمرو بالغاسول وكنخليه واحد المده ديال 10 دقائق في شعري وكنغسل شعري عادي كيولي زوين وما بقاش قسما بالله ما بقى عندي داك التساقط ديال الشعر. راه سببنا هو الشامبوانات. حيدوا بالنسبه للسيدات اللي كيتسقط لهم الشعر يحيدوا شامبوان ويغسلوا بالغاسول. واخا تمشيو تاخذوا غير من عند الحانوت تاخذوا غير دوك الطوبات واخا ما تصايبوش ما تقدوش على يديكم تخليوه عندكم بقى ترطبوه ساعتين هكا قبل الوقت ملي تبغيو تدخلوا تدوشوا. انا حيدت الشامبوان بصفه نهائيه ما بقيتش كنغسل به شهرين. دابا هذه بقيتش كنغسل به الحمد لله ما بقاش عندي داك التساقط ديال الشعر. واخا داز فصل الخريف ما تسقطش ليا. المهم دابا الحمد لله هاد الساعه. نتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه. بالنسبه للسيدات اللي كيعانيو من الشيب مقدمه الراس في الشعر كامل جربوا هذه الوصفه على ضمانتي. راه بزاف ديال السيدات اللي كيبغوا وصفات ما يكونش فيهم الحنه كما كتعرفوا. دابا هاد الصباغات الكيماويه راه كتخرج لينا الله يستر على الجلده ديال الراس، كدير لنا امراض في الراس، كتخرج لينا على شعرنا. من الاحسن نديروا وصفات طبيعيه. انا جبت لكم هذه الوصفه طبيعيه بدون حناء. اللي ما كتبغيش الحنه انا جبت لكم هذه الوصفه هذه جربوها وردوا عليا الخبر. وبسلام عليكم والى فيديو لاحق ان شاء الله.